ماشي يا بنتي ماشي. اما كنت اوريكي يا نوال انتي تقولي ليا انني هجيب لك عيشه نديكي علقه ماشي، وانا يعني اخواتي راحوا فين؟ في ايه يا بنتي مالك لسه بتكلمي حالك ليه كده؟ شفتي يا اختي شفتي؟ نوال بتهددني بتقول لي انا هجيب لك عيشه ترجعك علقه. شفتي يا اختي على اخر الزمن قال هي واختها هيضربوني. يا بنتي كبر دماغك فيه ايه ولا تقدر تعمل لك حاجه. طب انا عايزه اشوف كده حد يمد ايده عليكي وتفرجي بس انا هعمل فيه ايه. يا بنتي ما تخافيش. لا يا اختي ماني مش خايفه. هو انا خايفه منها؟ نوال مين ديت اللي انا اخاف منها؟ بس كفايه لغتها وطريقتها بتفرسني والله العظيم. طيب انا هستنى بقى واشوف كده هتجيب اختها عيشه ولا لا، ولو هي جابت اختها يبقى هي الجنيه على روحها. ماشي يا اختي يلا بقى. هو انت واقفه هنا انت وسندس بتعملوا ايه؟ ده كله لسه ما حطيتوش وكل. وبعدين فين سنابل؟ سنابل قاعده فوق مع حسام. انا بس نزلت عشان اجيب وكل ولقيت بنت المركوب كانت هنا من شويه. يلا ربنا ياخد العفش. ماشي يا اختي. بقول لك ايه، امك كلمتك النهارده؟ ليه يعني؟ والله العظيم الموضوع اللي حصل ده خلاص طير كل حاجه من دماغي. ليه يا اختي هو فيه ايه يعني؟ امك كلمتك ليه؟ يا بنت هو انت ناسيه ان هم كمان عازمين اهلي حسنين خطيب اختك؟ في ايه يا بنت مالك ما تفوقي لي كده؟ هو موضوع عيشه دوت لحس دماغك ولا ايه؟ ما شاء الله هناء وشيرين. عقبالك يا اختي كده لما تبقي في جمالنا تبقي هناء وشيرين. بعد الشر يا اختي ابقى شبهكم ايه؟ هو انت عايزه جوزي يطفش؟ هو انت تطولي يا منكوب انت تطولي تبقي حتى ضفر فيني؟ خلاص ما تخليش الواحد يتكلم. لا يا اختي اتكلمي يا اختي. هتتكلمي عن ايه؟ عن حسني ولا عن جمالي ولا كمان عن شعري الاصفر؟ هو انت بتحلمي اصلا في خيالك ان انت تبقي جميله زيي؟ بعدين سيبينا من كل ده. انا كمان يا حبيبتي مخلفه الولاد مش زيك بنتين وخلاص وقعدت على كده. اخفي من وشي يا نوال بدل ما اقلع اللي في رجلي حد الله واضربك بيه. اخفي من وشي يا منكوبه انتي. ماشي يا اختي. بكره عيش اختي تيجي وتجيب له حسام الولاد 1 و2 و3 مش زيك يا اختي قعدنا على البتين. روحي يا شيخه ربنا ياخدك انت واختك. لحظة يا نوال اللي انا واقفه لحد دلوقتي ما ردتش عليكي. خدي بعضك وامشي. لا والله اسيب ولا عليكي تاكلك بسنانها. يعني هي لوحدها كافيه ان هي خلاص تديك العلقه التمام. ليه يا اختي؟ المره اللي فاتت خدتني على اخوانا. طب تجرب كده وتشوف انا هعمل فيها ايه. شكلك كده طلبتيها وهتنوا ليها. سبحان الله شكلك بنت حلال. عديني يا دعاء. عايزه ايه مني بقى؟ ها يلا يا حبيبتي تعالي لي. شكلك كده عايزه تتربي من اول وجديد عشان بعد كده تبقي تجيبي سيرتي. ها عشان بعد كده بنت المنكوب تبقي تجيبي سيرتي وبعد كده تبقى عمتي تلوم علي. ها عرفت بقى هعرف اضربك ولا لا؟ الحقيني يا مرات عمي الحقيني. اها ماشي. هي البلد ما فيهاش حكومه؟ والله العظيم ما هسامحك زي المره اللي فاتت يا ولاء. ماشي اما كنت جوجك على الاسم. ماشي بوريني يا اختي. عماله اقول لك اوعي من وشي اوعي من وشي. ها طلبتيها ونلتيها مبروك عليكي. ها اندهي لي بقى اللي انت عايزه تندهيه. الحقني يا حسن الحقوني يا جماعه الحقوني. والله يا بنت الحلال انا حذرتك كتير. انا حذرتك. بتقولي لمين يا اختي؟ سيبيه. ها طلبتها ونلتها تبقى تجيب لي بقى اللي تجيبهولي. في ايه يا بنتي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ بنت اخوك المتوحشه ديت يا مرات عمي. ماشي اني بقى دلوقتي هجرها على المركز واخلي كده الحكومه تمسكها وتحبسها لان هي اساسا مكانها لا في الحبس لا في مستشفى المجانين. ايه اللي انت عملتيه دوت يا ولاء؟ خلاص يعني خلاص ما بقاش كده بنتكلم غير ان احنا نمسك بعض كده على جات على طول. في ايه يا بنتي؟ انت اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عمتي رايحه وجايه عماله تجر في شكلي. اعمل لها ايه يعني؟ وبعدين قالت لي تعالي اضربيني طلبتها ونلتها. واه ايه دوت يا متاخي؟ ايه اللي حصل فيك كده؟ مراتك المتوحشه يا حسام مراتك المتوحشه. انا رايحه دلوقتي عندي اهلي وهروح اعمل فيها محضر في الاسم. ها طولي بالك بس. ايه اللي انت عملتيه دوت يا ولاء؟ مالك في ايه؟ بقيتي عامله زي الطور الهايج ليه كده؟ يا حسام انا لسه شاكيه لك منها وشاكيه كمان لعمتي وقلت لي يا جماعه ان انتوا هتحلوا الموضوع. هي رايحه جايه عماله تتجر في شكلي ليه؟ هي خلاص بقى يلا معاها اللي هي تعمله. ماشي يا حبيبتي اللي معايا اعمله. انا هجيب لك دلوقتي الضابط هنا ياخدك ويجرك على الحبس. لا تتحبسي لا تروحي مستشفى المجانين يا مجنونه. جني لما يلخبطك يا بعيدي. ها واللي معاكي يا حبيبتي اعمل ايه؟ عديني يا مرات عمي عديني. ليه هو انا ماليش اهل يعني؟ بنتي طولي بالك برضه. انا دلوقتي هصالحها عليك واخليكي يا ستي هي اللي تعتذر لك المره دي. خلاص حقك عليا بقى انك انت غلطانه برضك. لا انا مش عايزه منها اعتذار. انا عايزه اجرها على الاسم. انا هعمل فيها محضر دلوقتي. ما تسيبيها يا عمتي حيشاها ليه؟ خليها يلا تروح تعمل اللي تعمله. بصراحه يا عمتي الصراحه رايحه جايه تجر في شكلنا. كنت شفنا واقفين مع بعض تقول الحرابيق واقفين مع بعض. هي مالها بيني؟ هي ايش صالحه بيني؟ معلش يا بنتي بس برضه ما ينفعش اللي اختك عملته. انت غلطانه يا ولاء. ايه اللي انت بتعمليه دي؟ هو خلاص خدتي على الموضوع كده كل شويه؟ انا كمان يا عمتي انا انسانه يا جماعه حرام عليكم. وهي عماله تجر في شكلي وتحرق في دمي. طب اعمل ايه يعني؟ روح يا حسام اندهلي على حسن اخوك.
لا يما سيبيها تروح تنادي المركز لولاء، خليهم يشدوها على الاسم علشان هي تستاهل اللي عملته كله. كده يا حسام كده انا يعني مش انا لسه شاكيالك امبارح وقلت لي ان انت هتتصرف ومحدش اتصرف خالص وسايبينها لي كده مطلوقه عليا. خلاص ماشي سيبوني بقى، محدش ليه صالح بيا يا جماعه. ايه رايك في اللي اختك عملته يا دعاء؟ انا معاك يا حسام، اللي هي عملته مش صح، بس برضك ما ينفعش يا جماعه نلومها على حاجه خرجت منها غصب عنها. ايه يعني هي اختك مجنونه؟ روح يا حسام زي ما قلت لك، يلا ناديله حسن اخوك. ايه يما اللي حصل في مرتي ده؟ ايه اللي حصل في مرتي يا حسام؟ طول بالك يا ابني، انت لازم برضه تعرف المشكله من اولها لاخرها، مرتك برضه هي اللي غلطانه، بس هنعمل ايه يعني؟ اهي مشكله وقعدنا في البيت. هو كل مره على النظام ده؟ فيه ايه يعني؟ مفيش غير مرتي اللي كل شويه بنت اخوك تقعد تضرب فيه. وهي يعني بنت اخو امك وكمان مش بنت خالك ولا ايه؟ وبعدين مرتك اللي بتجوج المشاكل اصلا. كده يعني يا اخويا ماشي، انا دلوقتي هطلع مع مرتي على المركز وهنعمله دلوقتي في مراتك محضر، وهنخليها بقى المحضر بقى هو اللي يجيب لنا حقنا. ها في يا حسن الجمهور ما بتتحلش كده، حاول تهدي مرتك بكلمتين لحد ما نشوف الموضوع ده هيتحل ازاي يعني. يعني انت شايفه دلوقتي يما اللي بتعمله ولا كل شويه في مرتي ده صح؟ صح يا ولدي، بس هنعمله ايه؟ مرتك هي اللي بتجوج المشاكل، حاول تهديها بكلمتين. ما بقول لك هي مصممه ان هي تروح المركز وتعمل فيها محضر. وهتحبس بنت خالك يعني؟ هدي كده نفسك بس يا ابن عمتي، والله انا هخلي دلوقتي ولاء تطلع وتعتذر لها فوق. بقول لك ايه يما، هما كلمتين ما لهمش تالت، انا دلوقتي انا ومرتي واولادي قاعدين في شقتنا ومحدش نازل عندك هنا تاني، ها وما لكمش دعوه بينا، وانت كمان يا حسام مالكش صالح بيا خالص. روح يا ولد دلوقتي روح، وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده، بس حاول تهديها بكلمتين، وانا كمان هطلع لها فوق دلوقتي. اختك زودتها قوي يا دعاء. معلش يا عمتي والله العظيم غصب عنها. انا عاجبك دلوقتي اللي اختك عملت مشكله بيني وبين اخي. معلش حقك عليا يا حسام، انا دلوقتي هطلع لحسن وكمان هطلع لنوال واحاول اهديهم مع انها تستاهل والله. روحي يا بنتي روحي، ربنا يا رب يصلح الحال من عنده. يا رب يا عمتي. معلش يا حبيبتي الف سلام عليكي. عاجبك يا حسن اللي حصل فيا اللي بنت خالك عملته فيا دي؟ والله مش عاجبني، وبعدين خلاص انا دلوقتي اتخانقت مع عمي وقلت لها ان احنا هنقعد لحالنا مش هننزل تحت تاني. اتخانقت مع مين يا حسن؟ ايه اللي انت بتقوله لمرتك دي؟ يما برضه مش معقول اللي حصل في مرتي دي. مالها يعني؟ حبة كدمات وهتقوم منها، ايه اللي حصل يعني ده كله؟ وانت كمان يا دعاء جايه تتفرج علي؟ ما جبتيش كمان اختك تيجي ليه تتحزم وترقص هنا؟ الله يسامحك يا شيخه، ده انا جايه اطمن عليكي. الف سلامة عليك يا نوال. الله يسلمك يا مرات عمي. شفتي بنت اخوك عملت فيا ايه المتوحشه دي؟ انا دلوقتي يما والله انا حلفت عليها ان هي لو راحت وقدمت حاجه في المركز لا اكون مطلقها، وهي سمعت كلامي مالكمش صالح بيها بقى. عامة الف حمد لله على سلامتك، خلينا بيت نتكلموا فيه. يما بصي الكلام خلص يا حسن، لينا دار نبقى نتكلموا فيه. يلا الحمد لله على سلامتك يا بنتي، يلا يا دعاء. يا حسن كنت سبتني قدمت في المركز محضر يا حسن، دايما كده بتضيع حقي. خلاص بقى انت بتعملي ايه ولا بتقولي ايه؟ شويه وهتقومي. الف سلام عليك يا نوال، بس برضه ما ينفعش يا حبيبتي ان انا اسجد بنت خالي يعني. اقول لك ايه يا حسن، انا مش عايزه اتعزل في شقتي. يعني يرضيك يا بنت الناس كل شويه على الخناقات والمشاكل اللي بينك وبين بنت خالي دي؟ حق انا هعرف اخده يا حسن. عديني يا حسن، عديني يا جوز اختي. والله يا اختي لكون مورياهم العذاب الوان، اما كنت اسويلك ولا ديت على نار هادي. ماشي يا اختي ما تقلقيش، هجيب لك حقك وزياده. في ايه يا عيشي؟ ما تنسيش اللي انت بتتكلمي عليها ديت تبقى بنت خالي. وانت كمان يا حسن ما تنساش ان ديت اختي وتعبانه، واني ماشي ما كنت اوريه العذاب الوان من اللي هي بتعمله فيها كل يوم والتاني، ولا علشان نوال غلبانه يعني. بقول لك ايه، اختك انا هجيب لها حقها تالت ومتلت، اطلعي انت منها بقى يا عيشه. عجبك يا اختي اللي جوزك بيقوله ده؟ هو دايما كده يا اختي مضيع حقي، انا كنت عايزه اروح واعمل فيها محضر. الف سلام عليكي يا ماما، الف سلام عليكي يا بابا. انا ما بحبش مرات عم ولاء دي، انا بكرهها كل شويه تضرب ماما كده، انا بكرهها. اهدي يا سندي اهدي يا حبيبتي، حق امك هيجي تالت ومتلت، ما تقلقيش يا حبيبتي. بقول لك ايه يا خالته عايشي، انا ما بحبش مرات عم ديت، انا بكرهها. ماشي يا حبيبتي، بقول لك ايه يا نوال، انا هاخد البت ديت عندنا انا وامك لحد ما تقومي بالسلامه، ماشي؟ خلاص ماشي يا اختي، روحي يلا يا سندي مع خالتك. لا ساندي هتقعد معايا في البيت انا واخواتها. لا يا حسن خلي سندي تقعد عندي، وبكره ان شاء الله هباجي المستشفى واطمن على نوال. سيب البت يا حسن تروح مع خالتها. خلاص ماشي.